أعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق أن 31 من أغسطس هو آخر موعد لقيد اللاعبين، وقامت كل الأندية الأفريقية المشاركة في البطولة الأفريقية بتدعيم فرقها من أجل اللحاق قبل الموعد النهائي للقيد. ولكن قرر الاتحاد الإفريقي مد فترة القيد إلى 12 من سبتمبر الحالي، وهذا القرار كان بمثابة طوق النجاة لنادي الزمالك. قام الزمالك بالاستغناء عن عدد من اللاعبين بعد انتهاء الموسم، أبرزهم محمود علاء ويوسف أوباما. أما بالنسبة للصفقات التي أبرمها الزمالك، فقد تم ضم المغربي محمود بن تايجي رسميا، وهو اللاعب الوحيد حتى الآن. وتم الإبقاء على نجم الفريق زيزو هذا الموسم، مع إمكانية تجديد التفاوض معه في يناير. كما عاد كل من حسام أشرف هداف البلدية وأحمد محمود ظهير الجونة بعد انتهاء إعارتهم واحتياج الفريق لهم. شاركنا برأيك، كم لاعب يحتاجه الزمالك للمنافسة على الألقاب الموسم القادم؟ وما هي مراكزهم؟